السلام عليكم ورحمة الله. غنشوفوا في هذا الفيديو. خويا ومن غير ما نقعدوا نطولوا، ساعات نستانسوا بتجربه المغرب. هي بحذانا هنا المغرب ولا تشوف راهو في السبور فيمينا كره القدم النسائي الاي 20 اللي الالعاب الاولمبيه كاس على مستوى النجاح في الرياضي راهو سي تري امبورطون. تصور المملكه المغربيه سياسه كامله وعرفت كيفاش تنجح فيها وما زالت لحد الان ناجحه. او نيفو الملاعب الموجوده في المملكه المغربيه. جميع نحكيو على الاربيتراج احنا تو مش الروايه معناها اللي تم تصديرها عنده برشا انه بفعل الخلاف بين المغرب والجزائر ووزن المغرب في الاتحاد الافريقي لكره القدم في الكاف كما حنرى ديتاي مهم. اي من الاختلاف الجزائري المغربي واللي المغرب يوزن اكثر في الكاف. ديما يقولوا الجزائريين يدفعوا في ثمن هذا انه المغرب عنده قوت وعنده السطوه نتاعو. مش صحيح. طرق معناها تصرف وحوكمه سليمه. ثم تجارب مقارنه في المغرب ولا في اذا نحبوا نستعملوا بلد مقارنه كامله من طرف الدوله تتبناها الدوله. السياسه الدبلوماسيه نقتديوا بالمغرب الشقيق. الله غالب كانوا هما نحن القدوه نتاعهم واليوم نقتديوا بالناس عادي جدا. السلام عليكم. اليوم جبت لكم عدة فيديوهات من الإعلام التونسي واللي كتحدث على كرة القدم، وخاصة كيفاش أن المغرب أصبح نموذج في التطور والتقدم، وهو اللي خلى الإعلام التونسي ينبهر ويقارن المنتخب التونسي اللي الحالة ديالهم ما كتعجبش بالمنتخب المغربي اللي هو في أعلى مستوى. وهذا الشيء اللي خلى الإعلام التونسي يوصف المنتخب المغربي بأنه منتخب قوي جدا ومرعب في إفريقيا، واللي هذا الأخير جعل أو خلى الإعلام التونسي ينبهر ويبدي إعجابه بما وصل له المغرب من تطور على مستوى الملاعب، مقارنة بتونس اللي عندها واحد الملعب وحيد وهو ملعب رادس، رغم أنه لا يتوفر فيه العديد من الشروط. بقوا معنا حتى الآخر ونتمنى تستمتعوا بالفيديو. وغنبداو بأول فيديو. لكم حاجة، أنا أجريت حوار لوزير الرياضة السابق سيد كمال الديش منذ سنتين. قال لي المشروب شو يخرج ليا متى الجاي. طيب انا نستنى مريم في جوان وقت كلمت انت واحد من وزاره الشباب والرياضه. ايش قلت له وين؟ قال في اخر جوان سي خليفه يكون حاضر. قلت له اعطينا موعد. قال في اخر جوان مش عارف بركه جوان 2021 هذه بالهيك وقت دخل معنا الرياضه التونسيه سريريا توفات. شنو اللي تحكي لي على كره القدم؟ مع عندنا حتى استاد اومولوجي كان رادس صفاقس قالوا لها وجات لجنه تي هكاك باش بتقولوا لي نلعبوا حتى احنا في الكوت ديفوار. انت والرياضه التونسيه احنا في الفولي كنا الاولانيين في الافريقيا. احنا وين تو؟ احنا في الباسكيت كنا الاولانيين. احنا وين تو؟ احنا في وين الهوند عميد الهوند خويا ومن غير ما نقعدوا نطولوا، ساعات نستانسوا بتجربه المغرب. هي بحذانا هنا المغرب ولا تشوف راهو في السبور فيمينا كره القدم النسائي الاي 20 اللي الالعاب الاولمبيه كاس العالم وصل الديمي فينال. احنا وين؟ احنا خويا وقت اللي مشينا رانا 78 احنا الاولانيين. باش نفهموا حاجه زاد رد بالك الرياضه عندها علاقه بالسياسه. بورقيبه حل مشكله 26 جام في 78 بترشح تونس لكاس العالم والقاء دعم ما عندكش دعم ناس. راه يوريك اللي هنا فما توتين بوليتيك هنا سياسه. فما مشاكل حتى مع منتخبات اخرين راهو. خلي المنتخب نتاعها هو هذاك الفيترينا اللي تعكس التطور نتاع البلاد ككل. راهو بلاد ككل على مستوى الاستثمار على مستوى النجاح في الرياضي راهو سي تري امبورطون. تصور المملكه المغربيه سياسه كامله وعرفت كيفاش تنجح فيها وما زالت لحد الان ناجحه. واضح. ثم كاس اكثر بلاد افريقيه عندها ملاعب اومولوجيه هي جنوب افريقيا، يظل وصلت حتى ل 11. هذا نقطة مونديال ديجا 5-6 ملاعب مينيموم في المغرب، والحقيقة او نيفو الملاعب الموجودة في المملكة المغربية. ils ont mis le paquet financièrement. هذاك هو الاستنتاج الفلوس. ils ont mis le paquet financièrement. حتى الباكي زاد على لي زاربيتر اكثر من لي جوار. ظهر لي زعما اي في مباراة مستير هذاك نورمال ياخذ بريم مش اللاعبين. بالله اليوم هو 80% نحكيو على الاربيتراج احنا تو مش الروايه معناها اللي تم تصديرها عنده برشا انه بفعل الخلاف بين المغرب والجزائر ووزن المغرب في الاتحاد الافريقي لكره القدم، فإنه الجزائر قاعده تدفع في الثمن في انديتها ومنتخبها. هي قاعده تاخذ في الثمن اليوم مش قاعده تدفع. انا نحكي معناتها ولا مجرد روايه وترويج. شكون باش يحرك عليك في الكاف كما حنرى ديتاي مهم. اي من الاختلاف الجزائري المغربي واللي المغرب يوزن اكثر في الكاف. ديما يقولوا الجزائريين يدفعوا في ثمن هذا انه المغرب عنده قوت وعنده السطوه نتاعو. مش صحيح. قاعده تحظ معناتها قاعده صايره تو ممكن تاثر زاد على اللي صاير في لي كومبيتيسيون زوز في الكاف ولا تشامبيونز ليج. اما شوف السؤال المطروح، احنا وين من هذا الكل؟ احنا وين من هذا الكل؟ احنا وين معناتها؟ فهمت وين ويس كون فا سيستوي في العركه ذي الكل؟ اذا بالحق يصير سامحني معناتها شق جزائري وشق مغربي وشق نتاع جنوب افريقيا وثلاثه اي مصر باش تدخل مع واحد من هذوم معناتها سي سور. احنا وين ويس كون فا سيستوي معناتها؟ خاطر قبل كان الموقف نتاعنا واضح في الانتخابات. والناس الكل معمل على رئيس جمعيه اللي هو يصرف وعنده معناها مال ما غير حدود. هذا مش ممكن. الحقيقة الحل في هالوضعية الكارثية هذه هو أنه إعادة هيكلة جميع النوادي الرياضية من طرف الدولة ومن طرف الجامعة. معناها لازم يعاودوا إعادة هيكلتها على طرق معناها تصرف وحوكمة سليمة.
ثم تجارب مقارنه في المغرب ولا في اذا نحبوا نستعملوا بلد مقارن في مصر. في مصر فهمت ولا نستعملوا الدول معناها اللي هي متطوره. خلينا نبداو باش كل مره نتفرجوا في ماتش كيما هكا بخلاف الكوره ونربحوا ولا ما نربحوش ولا تقعد تسال معناها رادس مسكين اش يعاني وقتاش نجم رادس يرتاح شويه ويلقى تيران اخر يهز عليه معناها ما نعرفش اذا كان نتقاسموا نفس الاحساس في هذا ولا الحقيقه. نزيدوا نحكيوا على اللي قاعد يحضر توا الترافو نتاعو بيانتو باش توفى تسكر على عام هكا 12 شهر في المغرب 12 شهر يعني 12 شهر مش 12 شهر يوليو عامين 12 شهر هكا وتزيد المغرب تحضر في اكبر ملعب في العالم الكوب دي موند اللي باش تنظم باش تلعب فيها ماتشات في المغرب. دونك شو نقول لك المشكل انه باش نقعدوا كل مره واحنا نعاودوا نجبدوا حكايه البنيه التحتيه والمشكل انك تشوف المشاريع الكل فمش حتى افونسمون فمش حتى تقدم فمش حتى فكره بديل نبدلوا في الكراسي نركبوا في الكراسي اوكي اما راهو إلي طون باش المنزه معناتها يتحل المشكله نتاعو. الحوكمه وهذه الرشيده وهذه باش نحافظوا على الملاعب اللي عندنا. يا خويا احنا نورمالمون احنا في المهله اللي عطاوها الملعب سوسه نتصور اللجنه رجعت في شهر جويليا من جويليا بار اكزومبل حتى لديسمبر ماناش قادرين باش نتلافاو الموضوع شويه ونمشي معك لابعد. كل الناس اللي عندها حضور على مستوى الكاف كل شيء قادره كانت تلعب ملعب استاد سوسه كان نجم تلعب فيه نجم الساحلي. ما عادش عندنا وزن في الكاف يا سيدي. ما عندناش وزن. ما عندناش وزن. كان عندنا وزن راهي النجم تلعب في سوسه. كنا نضربوا في رواحنا نحن نضربوا في بولادنا ما عندناش وزن في حتى هيكل قاري او دولي. ما عندناش على غالب وهنا يلزم سياسه كامله من طرف الدوله تتبناها الدوله السياسه الدبلوماسيه نقتديو بالمغرب الشقيق الله غالب كانوا هما نحن القدوه نتاعهم واليوم نقتديو بالناس عادي جدا. ضروري تكونوا ديك كنا قدوه لهم دابا هو احنا نكونوا قدوه لهم عاود يعني ضروري مهم برمجين في الراس بالله انهم كانوا شي حاجه في واحد السماء كانوا في واحد الوقيته كانوا شي حاجه مربجين فيها في الراس ديالهم انه كنا ودابا كيقول لك سيدي راه خصنا نقتديو بالتجربه المغربيه خصنا لان المغرب عنده وزن ونيش المغرب عنده وزن في افريقيا اذا قلتيها اعاود لها المغرب عنده وزن لانه دار علاقات لانه كيتعامل مع الناس اصلاحات رابح كل واحد يستخدم الاخر ماشي يجيو وحقر كوش وخاصه مع فوزي الخجع الذكي اللي كيخدم العقل ديالو راه عاد الكاف ولكن الكاف عاد فيها ما يتخدم يعني عاد فيها خص فيها شي امور فوزي الخجع خص يخدم عليهم بزاف لانه كيف شفنا مؤخرا انه كما قلت لكم في الاول موتيبي ولا كيلعب لينا بالقضيه ديال الجزائر الصراع بيناتنا والجزائر لا خص فوزي الخجع يا اما يحيد هذا موتيبي ويدير كما قلت لكم الموريتاني ولا يشوف شي لعيبه لان حتى موتيبي راه عنده الدعم ديالو خاصه كما كيبان ليا من انفانتينو كيدعموه بزاف لذلك يجب ان نسالوا مع هذا السيد باش ما يبقاوش اطراف يلويو لينا اليدين مورانا